السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. معكم أخوكم نبيل في قناتكم عين الواقع. ما هي الحرب القادمة التي ستشعل العالم؟ إنها ليست حرب نفط، بل حرب تدور في صمت على كنوز نادرة مدفونة تحت الأرض. وفي قلب هذه المعركة هناك لاعب لم يتوقعه أحد: المغرب. أهلا بكم في العمق. لعقود طويلة كان النفط هو الدم الذي يجري في عروق الاقتصاد العالمي، لكن تلك الحقبة انتهت. النفط الجديد ليس أسود ولا سائلاً، بل هو مجموعة من المعادن الصلبة، معادن تشغل كل شيء من هواتفنا الذكية إلى سيارات المستقبل الكهربائية. وهذه هي حرب السيطرة على موارد القرن ال21. التحول نحو اقتصاد أخضر أشعل ما يمكن تسميته حمى ذهب عالمية جديدة، لكن هذه المرة الكنز ليس الذهب الأصفر الذي نعرفه، بل هو معادن نادرة. وهذه ليست مجرد صخور عادية، إنها حجر الأساس لكل شيء في مستقبلنا التكنولوجي. دعونا نفكك المصطلحين. استراتيجي يعني أنها شريان حياة للأمن القومي والاقتصاد، وحرج يعني أن الحصول عليها صعب وسلسلة توريدها هشة لدرجة أنها قد تنقطع في أي لحظة. ببساطة، بدون هذه المعادن يتوقف كل شيء، من صناعة الصواريخ إلى تربيات الرياح. والآن انظروا إلى لغة الأرقام، إنها صادمة. بحلول عام 2050 الطلب على الليثيوم سيتضاعف 42 مرة. تخيلوا هذا الرقم. هذا الطلب الجنوني سببه الرئيسي هو ثورة السيارات الكهربائية. السؤال المرعب هو: من أين سيأتي كل هذا الليثيوم؟ وهذه المنافسة المحمومة لها 3 لاعبين أساسيين على الساحة: القوة التقليدية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والقوة الصاعدة التي قلبت الطاولة، الصين. كل طرف يقاتل لضمان حصته من هذه الموارد الحيوية، مما يخلق ساحة معركة جيوسياسية جديدة أكثر تعقيداً وخطورة. وفي قلب هذا الصراع بين العمالقة يظهر لاعب لم يكن في الحسبان لكنه اليوم محوري: المغرب. فكيف تحولت المملكة بهدوء شديد إلى قوة لا يمكن تجاهلها في هذه الحرب الباردة الجديدة على المعادن؟ المغرب يجلس على كنز حقيقي، ليس فقط الفوسفات الذي يسيطر على 70% من احتياطياته العالمية، بل أيضاً الكوبالت عصب البطاريات والنحاس وحتى الأتربة النادرة. المغرب ليس مجرد متفرج في هذه اللعبة، إنه يمسك ببعض أقوى الأوراق. لكن امتلاك المادة الخام ليس كل شيء، فالمرحلة الأكثر حساسية هي التكرير والمعالجة، وهنا تكمن عبقرية الصين وهيمنتها. كما نرى، الصين تسيطر على تكرير غالبية المعادن الحرجة. هذا يخلق نقطة ضعف قاتلة للعالم كله، ويجعل حتى الولايات المتحدة تعتمد عليها بشكل خطير. أخي المشاهد، رقيك يظهر في دعمك بلمسة واحدة على زر الإعجاب والاشتراك. أنت تساهم في إيصال الحقيقة للجميع. دعنا نكمل. وهنا تكمن الورقة الرابحة للمغرب، فالمملكة لا تمتلك فقط أغلب فوسفات العالم، بل إن هذا الفوسفات أصبح مكوناً أساسياً في بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم أو LFP، وهي التقنية منخفضة التكلفة التي تراهن عليها الصين للسيطرة الكاملة على سوق السيارات الكهربائية. هذا الوضع يضع المغرب في قلب اللعبة. إذا كانت ثروات المغرب على اليابسة مثيرة للإعجاب، فإن ما يكمن تحت الماء قد يغير قواعد اللعبة تماماً. ننتقل الآن إلى اكتشاف غامض ومذهل قبالة السواحل المغربية، اكتشاف يحمل اسم جبل تروبيك. جبل تروبيك ليس مجرد جبل، إنه بركان خامد وضخم في أعماق المحيط. والدراسات الأولية تشير إلى أنه يحتوي على تركيزات هائلة من المعادن النادرة تفوق أي موقع معروف على اليابسة بآلاف المرات. إنه كنز حقيقي بكل معنى الكلمة. 270 مليون. تأملوا هذا الرقم. ما الذي يعني؟ هذا هو المعنى. احتياطيات الكوبالت وحدها في هذا الجبل المغمور كافية لصناعة 270 مليون بطارية سيارة كهربائية، رقم قادر على تلبية الطلب العالمي لسنوات وسنوات قادمة. وهذا الرقم أيضاً 54 ضعفاً. هذا الرقم يضع الاكتشاف في حجمه الحقيقي. كمية الكوبالت في جبل تروبيك يمكن أن تنتج بطاريات لأسطول السيارات يفوق 54 مرة كل السيارات الكهربائية الموجودة في العالم اليوم. هذا يوضح كيف يمكن لاكتشاف واحد أن يعيد تشكيل سوق عالمي بأكمله. هذه الثروات الهائلة طبعاً لم تمر مرور الكرام،
بل حولت المغرب إلى ساحة معركة جيوسياسية، رقعة شطرنج جديدة يتنافس عليها العملاقان واشنطن وبكين. هنا نرى استراتيجيتين متعارضتين تماماً. الولايات المتحدة تحت شعار أمريكا أولاً تحاول بناء مصانعها وتقليل الاعتماد على الصين. في المقابل، الصين تتبع استراتيجية بالغة الذكاء تعرف بصداقة الشواطئ، حيث تستثمر في دول حليفة لأمريكا مثل المغرب لتجاوز الحواجز التجارية والوصول إلى الأسواق الغربية من الباب الخلفي. وهنا تكمن العبقرية. المغرب أصبح البوابة المثالية للصين، شركات صينية عملاقة تضخ مليارات الدولارات لبناء مصانع بطاريات ضخمة على أرضه، والهدف واضح وضوح الشمس: إنتاج البطاريات في المغرب الذي لديه اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا، ثم تصديرها مباشرة إلى أسواقها وأسواق أوروبا، متجاوزين بذلك أي عقوبات أو رسوما جمركية أمريكية. لكن مع تدفق هذه المليارات يطرح سؤال حاسم، هذا يقودنا إلى سؤال أعمق وأكثر فلسفية. بينما يتجه العالم كله نحو مستقبل أخضر نظيف، من الذي يدفع الثمن الحقيقي لهذا التحول؟ هل نحن فقط نعيد تدوير أنماط الهيمنة القديمة ولكن تحت شعار براك؟ السؤال الأخير ليس للمغرب وحده، بل للعالم كله. هل نحن حقاً نبني مستقبلاً مستداماً؟ أم أننا فقط نستبدل إدمان النفط بإدمان جديد على المعادن تسيطر عليه نفس القوى القديمة وبنفس القواعد؟ قد يكون المستقبل الأخضر الذي نحلم به جميعاً مجرد نسخة جديدة من الماضي الذي نحاول الهروب منه. السؤال الآن ليس ماذا سيحدث، بل متى سيحدث. برأيكم، هل نحن أمام نهضة حقيقية للدول الغنية بالموارد، أم أنها مجرد بداية لاستعمار من نوع جديد؟ شاركوني رأيكم الحر في التعليقات. تذكروا دائماً، الإعجاب والاشتراك ومشاركة الفيديو هي رسالتكم لنا للاستمرار. كان معكم أخوكم نبيل من قناة عين الواقع. السلام عليكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله.